انت يا ستي ردي عليا، انت خدتي قلمي من غير ما تسأليني. ما اخدتوش يا ستي، قلت لك 100 مرة ما اخدتوش، انت بنت كدابة على فكرة. لا انا مش كدابة، انت اللي كدابة وبتكدبي عليا كده يا جنة. طب انا هقول لماما علشان انت كل شوية بتشتميني. قولي لها علشان انت سرقتي القلم مني. ايه الصوت العالي ده يا بنات؟ في ايه صوتكم عالي ليه كده؟ البنات الحلوين يبقى صوتهم عالي كده؟ ماما روحي سرقت قلمي يا ماما. ما سرقتوش يا ماما، انا لقيته على الترابيزه، هي بتتهمني ان انا سرقته. خلاص يا بنات اسكتوا لحظه، محدش هيزعق تاني. طيب يا جنة القلم بتاعك صح طبعا، طب ورؤى لقيته فين؟ رؤى بتقول يا ماما ان هي لقيته على الترابيزه. اي يا ماما انا فعلا لقيته على الترابيزه واخدته، قلت لما اكتب بيه، هي تتهمني ان انا سرقته ليه بقى؟ اسمعوا بقى يا بنات، ما ينفعش ناخد حاجة من غير ما نستأذن ونسأل ونشوف هي بتاعت مين الأول وبعدين ناخدها ونستأذن صاحبها. اللي انت عملتيه ده يا رؤى غلط طبعا. رؤى اعتذري لأخت الجنة وقولي لها أنا آسفة وما تعمليش كده تاني. يلا بوسي راسها يلا. برافو عليكي يا جنة، شوفي جنة اللي بتبوس راسك علشان هي بتحبك، علشان انتوا اخوات ومالكوش غير بعض، ولازم نستأذن قبل ما ناخد حاجة بعض علشان كده غلط. اسمعوا بقى يا حبايبي، دايما لما تختلفوا حاولوا تهدوا وتتكلموا بهدوء، لأن الزعل بيكبر بالمشاكل، لكن الحب والاحترام بيخليكم دايما أصحاب. عارفين يا بنات مفيش حاجة في الدنيا كلها أحلى من إنكم تكونوا حبايب. انت يا رؤى وانت يا جنة لازم تحبوا بعض أكتر من كده وتتعاونوا مع بعض، علشان يا حبايبي انتوا ملكوش غير بعض، الإخوات دايما بيبقوا حنينين على بعض. ماشي يا ماما، أنا آسفة يا جنة ما تزعليش مني، وأنا كمان آسفة يا رؤى علشان زعقتلك. حبايب قلبي خليكوا دايما حلوين مع بعض زي ما اتفقنا وايديكوا في ايد بعض، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.